3 مواقف، احكي لكم 3 مواقف. اوكي، كلنا بنتعرض لمواقف محرجه في حياتنا، بس انا شخصيا بتعرض لمواقف محرجه غريبه شويه، ويرد. فاول موقف حد جاي بيقول لي منعم انت قلت لي كلمه كذا والكلمه دي انت مش متخيل فرقت معايا ازاي، وعملت كذا وكذا 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 كذا. انا ببقى مبسوط قوي قوي، بس انا مش فاكر ان انا قلت الكلمه دي، والكلمه دي لو جت لي انا شخصيا هعمل لها لايك واقول اللي على قايلها ده فعلا شاطر. انا مش فاكر الكلمه دي ولا فاكر قلتها امتى، وبقف اتكلم معاه بقى له يس يو ديد ات، والله وحش. انا خايف بس يسالني على اي حاجه خلال الموقف لاني مش عارف ايه اللي انت بتقوله ده. ف ف بس ما فيش انا لا فاكر الموقف ولا الكلمه، والكلمه نفسها انا شايفها حكيمه فعلا، بس انا يعني ما فكرتش فيها تقريبا قبل كده. فده اول موقف. الموقف الثاني 2 حد كان محتاج نصيحه، 2 اعرفهم، فواحد نصح التاني بس اداها له في وشه جامده شويه، هو كان محتاجها كده، فده زعل. واحد قال النصيحه والتاني زعل منه، تمام. وانا قاعد بقى ايه براضي ده، لان انا من وجهه نظري ده فعلا اللي محتاج يتراضى. انت عملت الصح، انت كنت محتاج هو كان محتاج النصيحه وانت اديتها له، ده دورك كصاحب، انت عملت الصح، بس معلش اهدى شويه، وهو واحده واحده هيفهم ان هو ده اللي كان محتاج له، وان انت ما عملتش حاجه غلط. ده الموقف التاني. الموقف التالت عندنا في الشغل، كان واحد بيتكلم في التليفون وبيكذب. فانا في الشغل شويه عشان يعني انا من اقدم الناس، وسام هاو انا مجنون شويتين، فانا معروف ان انا بلطجي في الشغل، فانا ممكن اعمل حاجات خارج المألوف شويه. فناديت له عادي كده قدام الناس بلطجه، وقلت له انت عارف ان انت كده كدبت هتولع في نار جهنم، بئس المصير. الموضوع ما يستاهلش، يعني خلي بالك انا مش ضد الكذب بتاع الموضوع، يستاهل، انا منحرف زيك، بس الموضوع ما يستاهلش. وبعد كده بدات احكي له الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هو انت اللي هيرضيني اوكي في اغضاب عبد هرضى عنه وهرضي عنه العبد ده، اوكي. فانا بدات احكي له الحديث، وبعدين هو في وسط الحديث بيقاطعني وبيقول لي يا منعم ده لو زعل هيوقف لنا شغل، فانا محتاج اكذب. فبقول له الحديث نفسه هو بيرد عليه، يعني الحديث نفسه بيقول له لو انت ارضيته واغضبتني هغضب واخليه هو يغضب عليك. فالحديث نفسه انا بالصدفه لقيت الحديث بيرد عليه وانا بتكلم في اللي هو بيكلمني فيه. انا شخصيا كنت حابب ان انا اقول له اون سبوت، وعشان انا صاحبه قوي وعشان انا بضحك معاه فهو مش هيبقى متضايق، بس انا ما تخيلتش اللي هو عمله، لان هو انا مكتبي في بارتيشن جنب التليفون، فهو قام طالع رافع سماعه التليفون وكلم الراجل، قال له عكس الكلام اللي كان لسه بيقوله له، وفهمه احنا ليه هنأجل الموضوع ده، وقام قافل. فالريسبونس ده كان ابعد من اي تخيل ليا، انا كنت عايز انصحه للمستقبل، لكن ان هو يغير كلامه، يكلم الراجل يقول له عكس الكلام دلوقتي حالا، ماشي، يقول له بيزيكلي كده انا كنت بكذب عليك على فكره وانت اللي صدقت، معلش عبيط ده شغلك بقى. وغيره بس عشان هو ما يبقاش كذب. فما بين واحد صاحبك قوي ويهمك قوي وزعل منك، وما بين واحد انت قلت له كلمه من 200 سنه وجاي بيقول لك دلوقتي الكلمه بتاعتك دي فرقت معايا جدا وانت مش فاكره هو شخصيا، وما بين حاجه عملت كليكينج في ساعتها في ثانيه شراره. انا واقف فين، او انا اعمل ايه، او المفروض انا الصح ايه؟ هو في النهايه بص على الكلمه اللي انت بتقولها او النصيحه اللي انت بتقولها ان هي زرعه هديه جميله انت بتديها لحد. كل اللي مطلوب منك ان انت ما تستناش ريسبونس، اديله الهديه او ازرع الزرعه، وما تستناش هي هتنبت امتى، بس خلي عندك يقين انها هتنبت، وخلي نظرتك واتجاهك لربنا، هو شايفك وعارفك، ما تستناش منه هو حاجه، وتاكد ان انت ما دام زرعتها بجد وقاصد ربنا، ربنا هينبتها في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه.